السلام عليكم العائله ديالي الزوينه، العائله ديالي الغاليه على قلبي. كما العاده نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتمنى تكونوا بخير احبابي وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نتمنى تكونوا نتوما والعائله ديالكم اللي عزيزه عليكم تكونوا بخير وعلى خير دائما يا ربي، وتكونوا في صحه جيده. نتمنى احبابي دائما تكونوا سعيدين، ونتمنى ديما تكونوا صحيحين، ما عندكم حتى حاجه، ونتمنى ديما تكونوا فرحانين وديما ناشطين وديما ماشطين. قولوا لي داك ماشطين ما بغيتيش تحيديها. ايوا حبابي نتمنى تكونوا بخير، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وشكرا لكم، شكرا 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 على البصيمه اللي كتخليو ليا وعلى الكومونتيرات الزوينه بحالكم، ولا لا خطيكم عليا حبابي والله يخليكم ليا. ونتمنى حبابي كان مع هذا المنبر كان نوصل لكم تحيه جميع الناس اللي كيشوفوني، يا اللي مالي ديزلايك يا مالي لايك. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي. ايوا حبابي كنطلب منكم حاجه وحده، انا مزاوقه في هذه القناه الصغيره، عافاكم بارطاجيو ليا مع الناس وتعاونوا معايا. بغيت القناه تكبر، الله يجازيكم بخير، راه بالفضل الله وديالكم غتكبر ان شاء الله. بغيت هاد العائله الصغيره تولي كبيره. عافاكم احبابي بارطاجيو معايا، عافاكم الله يجازيكم بخير، عافاكم احبابي عافاكم. نترجاكم احبابي تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. رانا محتاجه لهاد القناه، محتاجه ليها بزاف، الله يجازيكم بخير. تعاونوا معايا غير بالبارطاجي الله يجازيكم بخير. سمحوا لي الا جيتكم بهذا الفيديو كنطلب فيكم الله يسهل عليكم، رانا كنطلب في عائلتي ماشي الناس. راه نتوما عائلتي، ملي وليتوا كتشوفوا داكشي اللي كندير كنشاركوا معاكم وكتشوفوني اش كندير وما كنكذب عليكم حتى بحاجه. راه وليتوا عائلتي، راه من طبيعه الحال غنطلبكم ونرغبكم باش تعاونوا معايا حبابي. شكرا لكم، شكرا على الكومونتيرات الزوينه دي مخليه لي الضحكه في وجهي، وبغيت هاد الضحكه تزيد تكبر. ايوا حبابي اليوم ان شاء الله بحول الله باغا نصاوب معكم واحد الوصفه ديال الزعلوك. راه فايته شاركتها معكم الوصفه ديك الزعلوك درتها معكم في الكوكوت، وهذه غنديرها في المقله. هذه مشويه، غندير الفلفله مشويه والدنجال مشويه، الاخرى ما كانتش لا دنجال مشويه لا فلفله مشويه، كلشي هذاك طري. ايوا حبابي ما تنساونيش، عافاكم من البصيمه والكومنتير الزوين ديالكم اللي دائما مفرحني، وشكرا شكرا شكرا بزاف. ولهلا خطيكم عليا حبابي، والله يحفظكم ليا ويحفظكم من شر الخلق يا رب. ايوا حبابي دابا دوز تشوف الوصفه ومع طريقه التحضير. يلا فرجه ممتعه. الله سلامه العائله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله اليوم. انا اليوم ان شاء الله موجد معكم واحد الوصفه اللي وعدتكم. واحد الفيديو درت واحد الزعلوك بالدنجال طريه ما مشوياش، والفلفله ما مشوياش، وكنت درتها معكم في الكوكوت. وقلت لكم مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم الزعلوك على حسب الطريقه ديالي انا، بالدنجال مشويه والفلفله مشويه ان شاء الله، وغتعجبكم ان شاء الله بحول الله. ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. دابا هنا عندي واحد 3 ديال المطيشات كبار، عندي هنا واحد 5 ديال فص ديال الثومه مدقوقين، عندي هنايا 3 ديال الفلفلات كبار، عندي مشويين ونقيتهم وغسلتهم وقطعتهم مربعات صغيره. وهنا عندي الدنجالات، واحد 3 ديال الدنجالات كبار، وهنايا يا رب السلامه. وهنا عندي 2 معالق ديال الكمون دقيتو على يدي البنات. وهنا عندي شويه ديال الحره مدقوقه السودانيه، والملحه كتبقى على حسب الذوق. وعندي هنا الفلفله حمراء حلوه، البابريكا كما يسموها البابريكا. وهنا عندي نص كاس ديال زيت العنبه. وان شاء الله بقاو مع المقادير، وان شاء الله نجيب المقله ونخويها الشيفيه وانتم معايا. جا كان فيه هذا الشيء ورديته هنا في التبصيل. المهم انا ندير هذا الشيء هنا في المقله وانتم معايا حبابي. بقاو معايا حبابي، نجيب لكم مقله قريبه. سمحوا لي المقله كحله الله يسهلها لكم. ونتمنى حبابي تقبلوا عليا وتقبلوا لي على هذا الشيء اللي كندير، ونتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم. والله الا البنات ما كرهتش ندير لكم محسن، والله ما كرهت ندير لكم محسن، يعني الغالب الله والظروف صعيبه وداكشي.
نتمنى احبابي تعاونوا معايا، الله يسهل عليكم والله يرحمكم الوالدين، واللي شرفتني واللي ما شرفتني مرحبا والف مرحبا. انا درت البنات مطيشه ودرت الفله ودرت معاها الثومه، وغنخوي التوابل عليها، غنخوي التوابل هادي. الملحه ما نديرهاش كامله باش ما تجينيش مالحه، نديرو التحميره فلفله حمراء كمون حره سودانيه النصف ملحه. ديك الساعه الا ندوقها الا جاتني مسوسه شويه نزيدها هاد الملحه هاديه، اللهم نزيدوها ولا تجينا مالحه بزاف. وهذا البنات الزيت، زيت العود البنات، اللي عنده زيت العود يدير زيت العود كيجيبها غزاله وكيجيبها زوينه. نتمنى الا جيتو عندي نصاوب لكم ونصاوب لكم ان شاء الله جامع الحوايج اللي جا عندي مرحبا، ونصاوب لكم احبابي وتشوفوا كيفاش تاكلوا ليا صبيعات يداكم. لا 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 صبيعات يداكم غير خليوهم عاد تعضوهم وصافي بالبنه. يلا احبابي ندوز ان شاء الله نحطوها على البوطه طيب وانا معاكم. احبابي نعطي الاخوات الجامع البنات اللي ما كيعرفوش يحطوا حداهم شي طبسيل ولا اللي عندهم هذه يحطوا فيها بحال هكا، سمحوا لي يحطوها بحال هكا باش ما يوسخوش داك الشيء اللي يحركوا به. وانا كانت كما قلت لكم احبابي ديما هذه يكون في الطبيصال اولا اللي عنده هذه يديرها. انا كان عندي هذه هي كنديرها هنا وكندير عليها هذه، حيت كنحاول نخدم غير بالخشب. هذوم ديال الخشب زوينين احسن ديال الالومنيوم. نتوما تشوفوا نتوما احبابي المطيشه ديالي هي طابت تقريبا. غاديروا احبابي هاد الطريقه ان شاء الله وغتنجحوا وغادي يعجبكم وان شاء الله وغترجعوا عندي التعاليق وغتشكروني ان شاء الله بحول الله. اللي عجبت الوصفه يرجع يشكرني، واللي ما عجبتوش راه ما يشكرنيش واللي ماشي مشكل. مرحبا بالناس لايك ومرحبا بالناس اللي يديروا لايك ومرحبا بالناس اللي يديروا ديزلايك، مرحبا بهم جميعا. المهم انا غنقطع الدنجه ونحطها فيها وغنمشي. سمحوا لي يا احبابي انا غنحطها حيت يدا يصور ويدا خويا ما عندي كيفاش ندير، سمحوا لي. ايوا دابا غنبدا نقطع ندير لها بحال هكا المعسه، نديروا الفرشيطه ومعسوها باش نخلي هذا تشحر. عاد نجي نخلطها وندير هذه بلاصتها كما تشوفوا، ونغطيها بهذه الصينيه، نغطي المقله ديالي بهذه الصينيه ونخليها طيب. السلام عليكم حبابي. من بعد الزعلوك هانتوما تشوفوا معايا الخبز صيفطت الفران، ودابا الفران اللي كنت نخبز فيه شحال هذه ديال جبال الناس ديالنا بعادين عليا، وقلت له دي هذا اللي حدانا واخا حتى هو كيجيب الخبز زوين وني ما كيطيبوش كما كيطيبوا هذوك الناس ديال الجباله ديالنا. شوفوا كيفاش داير من تحت البنات، شوفوا ما شاء الله خبز الفران ديال العواد وعلى حقه طريقه بحقه حتى خبزه في البلاد في جباله. ايوا العقبه ان شاء الله جباله راه مشاركه معكم فيديوهات في جباله، نتمنى ترجعوا ليهم وتشوفوهم. ايوا شوفوا الخبز غزاله جات، شوفوا ما شاء الله. شوفوا وانتم احبابي معايا ان شاء الله. انا شنو ما درت شاركه معاكم. هذه تشوفوا عجنتها غير اليوم وصيفته ما شاركتهاش معاكم. شي مره ان شاء الله ندير الخبز، ندير شي 4 الخبزات ونمشي ان شاء الله نديهم ليهم لعند داك الناس وتشوفوا كيفاش كيخبز الخبز. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله. والمراه هي اللي كتخبز، مره راجلها مره هي ما شاء الله. عندهم خبز غزاله وناس نقيين الله يعمر ليهم الدار. ايوا تهلاو في راسكم احبابي ودوزوا ان شاء الله نحطوا الغدا ديالنا. ايوا احبابي هذا هو الغديو ديالنا، شاركتو معكم باش ما عطا الله. شاركتو معكم اليوم وقدمت معكم هاد العنيبات. العنب عزيز عليا عفوا مع الزعلوك كيحمقني، كندوزو مع الزعلوك والله الا حتى كيحمقني. وهذه الخبز اللي قلت لكم خبزتها في الفران ديال العواد. واحبابي نتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما نكونش ثقيل على قلوبكم ونكون خفيفه ظريفه يا ربي. وشكرا لكم بزاف، ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام راه دارهم، والناس الجداد هما اللي دارهم ان شاء الله. ومرحبا بكم احبابي والف مرحبا، وشكرا لكم على البصيمات وعلى الكومنتات الزوينه اللي كتخليو ليا. شكرا. وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم في القناه ديالي،
ما نساوش تشاركوا ليا وفعلوا الجرس باش يوصل لهم كل ما هو جديد ديالي. والبصيمه ما نساوهاش، يعافاكم البنات، ما نساوهاش. وشكرا لكم، والى فيديو جديد ان شاء الله ونهار جديد. والسلام عليكم احبابي، وشكرا بزاف، الله يسهل عليكم.